لو اي قطعه موبيليا عندك في البيت او اي ديكور عندك في البيت قديم، اوعي تفكري انك تغيريه او كمان ترميه. في ناس بتستغنى عن الحاجه وتجيب جديد، وفي ناس تقول لك لا طب ما احنا معناش فلوس، وبنضطر ان احنا نفضل شايفين الحاجه قدامنا وهي مش عاجبانا. الست دي بتوريكي ازاي تجددي اي قطعه ديكور في البيت عندك او اي قطعه موبيليا انت زهقتي من شكلها. بصوا بحاجات بسيطه جدا طلعت فخمه جدا، طلعت شكلها حلو قوي. حلو قوي الافكار اللي بابسط الطرق. تقدري زي ما انت عايزه، بقى عندك سراير قديمه انت زهقتي من شكلها تقدري تعملي اوضه نوم كامله بالمنظر الجميل ده على مزاجك وعلى كيفك. هي عندها افكار مختلفه. تعجبني فيديوهاتها انها بتبسط عليكي الامور قوي، وبتجيب لك حاجات تكون قديمه جدا وهي بتبتدي ترجعها حاجه جميله جدا، وبتبقى حاجه قيمه قوي وشكلها حلو قوي، وتقدري تعمليها اللون اللي يعجبك، وتقدري تعمليها الشكل اللي يعجبك. لا الصنايعي بقى يتعوج عليكي ولا يقولك تكاليف قد كده، لا تقدري تجيبي الالوان اللي انت عايزاها وباقل التكاليف، وتقدري تغيري قطعه الديكور اللي انت عايزاها في شقتك، وتطلع حاجات في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. بحاول اجيب لكم افكار تنفعكم كستات بيوت تقدروا تعملوها انتوا بايديكم، وبعدين لما تطلع حاجه جميله كده انت تبقي مبسوطه طبعا من النتيجه اللي انت طلعتيها. بحبكم قوي، ميرسي لكم والتعليقات الجميله بتاعتكم. انا شيماء غريب، لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي كومنت حلو زيك. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامه.